السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله غادي نهضروا على الماتش ديال المنتخب المغربي مع المنتخب السوري في كأس العرب قطر. كما شفتوا اليوم داز الماتش في أجواء مزيانة. المنتخب أدى واحد مقابلة في المستوى، وكان متغير، يعني طريقة اللعب ديال المنتخب متغير على الطريقة باش لعب في الماتشات الجوج الأولين على الأقل. بدا كيتحسن المردود ديال المنتخب، اللاعبين بداو كيلعبوا بواحد لا جرينتا مزيان. زائد ان اللاعبين تقريبا كاملون كانوا في المستوى. زيد على ذلك الدور الكبير اللي لعب حريمات اليوم، يعني تحسن المستوى ديالو بزاف. بقى المشكل عندنا ديال يعني اللي فيناليزي هذوك المحاولات، اللي يعني واحد لاتاكون دو بوينت دو كاليتي اللي يقدر يسجل لنا الاهداف. ولكن على العموم اللاعبين اداو ادوار ديالهم بكفاءة عالية، وكانوا ند للند للمنتخب السوري. نقدروا نتكلموا على النقص شويه ديال اللاعب المساوي اللي تكلمنا عليه بزاف ديال المرات. لاحظتوا الخروج ديالو، التعويض ديالو بنتيك. يعني بنتيك صراحة أحسن منه بزاف. وعاوتاني ملي دخل اللاعب بوغرين، لاحظنا يعني المستوى ديالو رغم أنه هو بدنيا ناقص شوية، ولكن فنيا عالي، عنده فنيات عالية. لاعب يعني مهارات عنده تبارك الله في المستوى. المهم اللاعبين كلهم على العموم أداو واحد الدور مزيان. وليد الكرتي، أزارو، أه البركاوي، الدراري تقاتلوا مزيان. وهنا غادي نوقفوا باش نشيدوا بواحد اللاعب اللي حقا اكتشفناه اليوم مزيان، وهو اللاعب شويعر. تبارك الله لاعب مهاري مهاري تبارك الله، ومتمكن وتيلعب بواحد السهل الممتنع، وما كيخاف ما والو. يعني تبارك الله عليه، توب ممتاز. هذاك يقدر يمشي للمنتخب ديال الكبار ديال الركراكي ان شاء الله. مستوى عالي عالي جدا. والمهم طارق السكيتيوي بهذا ليفيكتيف اللي عنده حاول استطاع انه يدير واحد انسجام نوعا ما بين اللاعبين، ولاو كيلعبوا بواحد واحد الطريقه اللي كنا كننتظروا منهم، وتحسن المردود ديالهم، وبحال حتى هما استعدوا يعني اللياقه ديالهم البدنيه. وكاين تحسن ان شاء الله. عندنا ماتش الجاي ان شاء الله امام الجزائر. غادي يكون ماتش صعيب بزاف. الجزائر الا تاهلت الجزائر للدومي فينال، الا تاهلات غادي نتلاقاو مع الجزائر، ولا نتلاقاو مع الامارات. كنظن الجزائر اقوى من الامارات. المهم غنتلاقاو، يعني دومي فينال خصنا نستعدوا ليه اكثر، لان المقابلات اللي جايه غتكون اصعب، ماشي بهذا المستوى هذا. تنتمنوا التوفيق لطارق السكيتيوي في قادم المقابلات، وانه يتمكن انه يضخ دماء جديده، ولقى التوليفه الأصح، يعني باش يدخل منذ المقابلة، يعني بداية المقابلة. لاحظنا بأن بنتايك وبوغرين وزائد أن شويعر راه داروا واحد الإضافة كبيرة. ايوا كنتمناو التوفيق والنجاح لطارق السكيتيوي. إلى ذلك من الحين دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.